مساء الخير على الجميع. اليوم اريد اشوفكم طريقة جديدة، مو طريقة جديدة، اريد اعلم الناس شلون تسوي حساب باليوني اسيست. فهذا الموضوع اليوم ببساطة اريد احكي عن شلون واحد يسوي حساب باليوني اسيست على مود يقدم على الجامعات. طبعا هاي هواي تفيد الناس جماعة البكالوريوس والماجستير. فالمهم تيجي تكتب يوني اسيست بالبحث. هذا ما اعرف لا تشوفه، لا يوني اسيست تسوي انتر تطلع لك يوني اسيست، تدخل على ستارت سايت مالتهم، لا تطلع لك هاي الزايته مالتهم. سجل هذا شنو كلاوات طقه منه زين. هنا راح يطلع لك موقع اليوني اسيست، راح يقول لك يا بيفيربن ان زكس شغتن. تشوف هاي مكتوب هنا، يعني قدم على الجامعات في 6 خطوات. تعال نفوت بالله ندوس عليه. شو يقول لك؟ تفوت عليه يقول لك فور اب انفورماتيونن انفورميغن، يعني انت تريد تشتغل في دوشلاند، تريد تدرس في دوشلاند يعني لازم تعرف هواي تفاصيل، يعني يا جامعة وين، شنو تحتاج الى اخره. فهنا حاط لك معلومات. بعدين يقول لك سوي بلان للبيفيربونج مالتك. بيفيربونج بلان يعني لازم تشوف هل انت فعلا تحتاج تقدم عن طريق اليوني اسيست، لو الجامعة مالتك تريد التقديم عليها مباشر. زين، شنو الخطوة الثالثة؟ يقول لك دوكيومنت زاملين، لازم انت تحضر كل الاوراق مالتك اللي تحتاجها بالتقديم، يعني شهاده اللغه، نسخه طبق الاصل، نسخه من جوازك الى اخره، وكلها تكون مترجمه الى اخره. قبل ما تقدم لازم تحضر كل هالاوراق لان ما لها قيمه انه تفتح الموقع وتسوي كذا الى اخره على مود تقدم وانت اوراقك مو جاهزه. النقطه الرابعه، تقدم اونلاين. شنو يعني تقدم اونلاين؟ يعني تسجل نفسك بهذا البورتال. هاي تقول لك registrieren Sie sich im Online-Portal mein هذا ماي اسيست كذا، تسوي حساب اونلاين. هسه راح نسوي حساب اونلاين سوا. بعدين شو يقول لك؟ كوستن تسالم، لازم تدفع. دي شوف هذا شلونه، عيوني عليك، بس اريدك تدفع. هذا بس اريدك تدفع، شوفه بس اريدك تدفع. بعدين تبدي العمليه مال كذا. واخير شيء شنو يقول لك؟ ترسل مالتك الطلب، ويعني ان شاء الله تحصل قبول. هواي حصلوا قبول، لا تخاف. قبول الجامعي، فيزا القبول الجامعي خل اقول 95 الى 99% مضمونه بالسفاره الالمانيه. بس شنو؟ واحد قال لي انه يا ريت تسوي لنا شويه على اليوني اسس تفاصيل اكثر، شلون نملي الفورمه الى اخره فالى اخره. فقلت اليوم نملي الفورمه. طبعا انت شو تسوي؟ تسوي بفيربن. حلو. شنو بفيربن؟ هسه نقول له اونلاين بفيربن. بعدين تقول له شنو هنا، تقول له يا ريجستريغن. انت تزيش ريجستريغن يعني تسجل نفسك. تيجي هنا شو تسوي؟ تسجل نفسك. هنا تيجي تسوي لوجن. طبعا هنا تفاصيل عبد الحق راح اخفيها. راح اقول له يابا لا ريجستريغن. هنا شو تسوي؟ تيجي تسجل نفسك. شنو تكتب؟ انا هسه راح اسجل روحي. راح اقول يابا ترى اني هذا ايميلي، هذا ايميلي بس راح اخفيه، وهذا الباسورد، هذا الباسورد. تحط الباسورد طبعا كلها راح اخفيها على مود ما تشوفون تفاصيلي، لانه شوف شو راح يقول. قل لي انه انت يابا ترى سجلت وكذا الى اخره. هسه نشوف المفروض يجيني ايميل. تروح تفتح الايميل مالتك، تروح تفتح الايميل، راح تشوف انه انت جايك ايميل من اليوني اسيست. تفتح الايميل مال يوني اسيست. هذا يقول لك اكتيفيشن، هذا الايميل مالتك وهذا الاكتيفيشن. ندوس على الاكتيفيشن.
ايش قال لك؟ قال لك يابا ترى مالتك الايميل اكتيفيت. حبيبي البقى والسلامه. تقول له يا لعد خويا اين لوجن، سجلني. تجي تكتب مالتك الايميل اللي انت دخلته، تجي ايميل اللي دخلته والباسورد وتسجل. شنو صار هسه؟ صار تدخل لازم تكمل هاي الخطوات. تكتب اسمك يعني ديش ليش مالتك مين ليش. الفور نامه راح نكتب حسام، طبعا مثل ما مكتوب بالجواز العراقي. الناخ نامه نعمان. اي بعدين تدخل كذا نعمان او اسمك حسب ما مكتوب بالجواز. بعدين هنا اذا اكو اسماء ثانية هاي تعوفها فارغة. بعدين هنا الجبورتس نامه هم تعوفها فارغ. بعدين هنا تكتب عيد ميلادك، خلينا نقول 4 ابريل 2002. انت بيا مكان تكتب بغداد مثلا. شنو جنسيتك؟ تكتب عراقي والفخار. او تقول ما عندي هيك كلاوات. هاي هنا انه ما عندك جنسية اصلا. انت متزوج وحدة المانية؟ تقول له لا. زين ايش بين دويتلاند؟ اذا انت لاجئ لا، تقول له فايتا. هسه شو تحط الكونتاكت داتن. كونتاكت داتن مالتك يعني العنوان شت راسه. خلينا نقول شت راسه تيست شت راسه كلاوات، وتكتب الرقم 4 رقم البيت. البوست لايت سال يعني الرقم مال العراق يمكن 53111 هيجي. المدينة بغداد كلاوات. واللاند تكتب عراق فايتا. هنا شي يقول لك نوت فينديجي فودوس دو الفيشتوتنجنج بيت بنوتسا فون هوخشولا ارت دوشلاند. هاي اعتقد تعوفها فارغة ولا فايتا. زين هنا شو يقول لك؟ يقول لك يابا انت عندك شو الابو شلوس، انت متخرج؟ تقول له طبعا انا متخرج. صدق كذي جايك انا من هناك لهناك اسوي لك طلب وما متخرج؟ كفو. زين تقول له يا زين. يقول لك وين؟ بتقول له بالعراق. زين شو اسمها؟ شنو خلصت انت؟ هاي سكول كذا فنون. شو مخلص انت؟ سكندري سكول الى اخره. انا اعتقد تخلي هاي سكول دبلومة بكالوريوس art section commercial computer information industry nursing literary. هنا انت اذا خريج علمي تكتب scientific، اذا خريج ادبي تكتب هذا، اذا خريج تمريض تكتب هذا، اذا خريج صناعي تكتب هذا، او اذا انت خريج كمبيوتر وكذا الى اخره. فتقول له يابا ترى انا علمي. وبعدين يقول لك يابا انت عندك غير عندك بشلوس سويقنس؟ تقول اذا انت عندك مثلا معهد تقول له اي. هنا اسمها كذا هذا كنا ساينتفك عندغه اي تقول له اي عندي. بعدين haben Sie schon Studienkolleg bestanden؟ ها يقول لك انت عندك Studienkolleg bestanden؟ تقول له لا. زين Studien ابو شلوسه haben Sie ابو شلوس. زين هنا شو يقول لك؟ هنا يقول لك تريد تسوي تيست اي اس انت؟ يقول له لا كذا. هنا ايش هذا كذا اوافق. هنا تخلي لك باسورد. خلينا نقول نفس الباسورد اللي احنا خليناه بالبداية. بعدين تقول له شباشن. شنو هذا؟ هنا ما جاوبنا.
هنا يقول لك haben Sie Anschluss an Ihren Studienabschluss ein erstes mindestens Studium. هنا يقول لك هذا كلش مهم. يقول لك انت دارس جامعه، متخرج من جامعه، تقول له اي. وين متخرج؟ وين؟ بالعراق. نفس الحاله. شنو اسم لازم تقول له عراق. زين، شنو اسم الشوله مالتك؟ هنا تطلع اسم هذا، يعني اسماء الجامعات مالتنا، اليرموك، الاسراء، شوف كلها موجوده، الفرات، الحسين، العراقي يونيفرسيتي، كذا، كل الجامعات تشوف العراقيه هاي هنا كل الجامعات. تختار اي جامعه، تقول له يابا كذا انت شنو خريج؟ باتشلر، بكالوريوس. زين، هاي شنو الفرق بين بكالوريوس 4 بكالوريوس 5؟ زين، بكالوريوس تربيجة، شنو هاي؟ ستدي بكالوريوس فارماسي. هاي انت مخلص ماستر او تكنيكال ماستر تقني، او دبلوم، او مسوي باتشلر طب بشري، او باتشلر صيدله، او باتشلر طب وتشريح، باتشلر اوف اديوكيشن، بكالوريا، مخلص بكالوريوس. اي، فتقرا ياهو مالتك هنا. زين، بكالوريوس ما اعرف، انت كل واحد تشوف مالته شنو. اي، بس انا ما اعرف شنو الفرق بين الثلاثه، بكالوريوس 3 بكالوريوس يمكن عدد السنين. المهم باتشلر 4 نقول. لا، تقول له ما عندي، خلاص خلصنا. هذا هو. النامه ديز ستوديون فاخس. انت شنو دارس؟ بيا اختصاص؟ تقول له يا ترى انا دارس مثلا معماري الى اخره. طبعا اللي ما عنده جامعه يخلي هنا 9. واللي دارس سنه او سنتين بالعراق هم يكتب يا، ويكتب الجامعه وين الى اخره. بعدين تقول له يا باش بايشن، تقول له شبايشن. خلاص. هسه هنا وين وصلنا؟ خلص الحساب. هذا هنا راح يكتبون ايميلك، ويكتبون البيفيربونج نومر، رقم مالتك البيفيربونج. تقدر تقدم، انت تقول له يابا انا اريد اقدم على السمستر سمر سمستر الصيفي 2023. شنو تريد تقدم؟ تقول والله اريد ادرس مثلا انفورماتيك. حلو. وين بياخ شو؟ لا ما احدد. تقول لي وين الانفورماتيك، هم ما اقول لك وين بيا بوندسلاند. كل اللي طلع لي كلها. هنا يقول لك تريد فل سايت. هنا اذا تريد اليوني اسيتس وش تندش؟ تقول له اي وراينه اونلاين بفيربونج، يعني كل التقديم اونلاين، ما تحتاج اي شيء تدز اوراق. انا يفضل تحط اياه هنا وتقول له زوخن. هنا أنا طلعت لك كل الجامعات اللي تقدم انفورماتيك. اي، بس شنو طلع لك؟ طلع لك ماستر هم وياه. نقدر نقول لا، ما نقدر نلغيها والله. نقدر نقول منه. انا نقول له يابا ما اريد ترى بس الباتشلر. سوي لنا بحث. انفخ زوخه بس الباتشلر، واعتقد بقالك بس الباتشلر. هسه هذا بس الباتشلر. طبعا انا شنو تباوع هنا؟ يقول لك ثلاثي كتاب انسي فغاي. شنو يعني انسي فغاي؟ يعني هنا أنا ما محدد المقاعد. هسه الطب هنا هاي الديتيلز تشوفها، الجامعه كذا، اسمها، وين صايره الى اخره. اوزفيل نقول له. هسه وين راحت هنا أنا بالسله. هنا شوفها يمنع على اليمين، هاي الجامعه بالسله. يقول لك كلفه التقديم على هاي الجامعه 75 يورو. هنا أنا لازم تسوي لك انت اما ماستر كارد او فيزا كارد او اعتقد زين كاش، كله يشتغل. وسويه بالعربي، بالعراقي او بالدولار، كيف كله يشتغل. بعدين انت من تدفع يحوله لليورو. هنا أنا اريد اشوفك فد شغله. تجي طبعا تروح على هذا هنا ماين كونتو. تشوف هذا ماين كونتو، تفتحه تروح على الجود هابن. شو راح تشوف؟ راح اشوف هنا يقول لك يابا ترى التقديم الاول على اول تقديم ياخذ 75 يورو، كل تقديم ثاني ياخذ 30 يورو. يعني انت تقدم على الجامعه الاولى 75 يورو، شكو جامعه وراها تقدم عليها على 5 جامعات وراها، كل وحده ياخذون منك 30 يورو. هنا طريقه الدفع، اما تقول له بانك اوبرفايزنج، هاي بس اللي داخل المانيا يقدر يدفع.
هاي كريدت كارد يعني فيزا كارد او ماستر كارد، وهنا السوفورت اوبرفايزنج هاي فقط داخل الماني. فانت تقول له على كريدت كارد، وهنا تقول له يابا كذا، هنا تقول له يابا ايش قد 70 يورو، تقول له فايتر. هنا راح يقول لك يابا دخل لي معلوماتك مال الفيزا او الماستر كارد، تخلي كارتين، كارت نومر ريسيشر هاي رقم الكذا والى اخره وتدفع. هاي الشغله اريد اشوف لك اياها كنت. تريد طبعا هنا تريد تروح على بفيربونج داتن اندغن، يعني تغير معلومات التقديم مالتك. هنا مثلا تغير المين ليش كذا، الاسم ما اسم كذا معلوماتك. هنا الكونتاكت داتن تغيرها، عنوانك مع عنوانك، هنا الهوخ شو كذا الى اخره. هاي المعلومات اللي انت دخلتها بالبدايه اذا تريد تعدلها. زين، هنا تغير ايميلك، هنا تغير الباسورد، وهنا تطلع الى اخره. هنا شنو عندك؟ هنا عندك الانتريجي، انت كم طلب مقدم، تطلع لك الطلبات. انا هسه مقدم ولا طلب. هنا ايش يقول لك؟ الدوكيومنت، انت شنو هي الاوراق اللي انت محملها. هنا انت محمل اوراق، يعني شهاده شهادة اللغة، شهادة الجامعة، شهادة الدرجات مالتك من صف أول أو صف ثاني إذا تقدم على الهوخ سمستر إلى آخره. هنا البوست فاخ، يعني أنت شنو الأشياء اللي أنت لقيتها من الجامعات وحطيتها بالبوست فاخ. شلون واحد قاعد يشتري شيء، بوست فاخ يعني حاطها بالسلة إلى آخره. فهذا شرح بسيط عن ملء فورمة اليوني أسيست وشلون تسوي حساب. اتمنى اكون فدتكم، بس راح احاول اشوف يعني شوف شلون. المهم اتمنى التوفيق للجميع. تحياتي.